عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل حاجة حلوة سهلة وبسيطة وهتعجبكم جدا ان شاء الله. الحاجة الحلوة دي منتشرة اليومين دول وبيعملوها في صينية واحدة مع بعض. طب ايه هي يا محمد؟ دي طبقة كنافة. انا فرماها بايدي، حطيتها في الفريزر وفرمتها وبعد كده خرجتها وعملتها كده في الصينية. هي طبقة واحدة بس. الصينيه دي واخده ربع كيلو كنافه. تمام، فالمقادير بتاعتنا ربع كيلو كنافه. انا عامله هنا عشان بس الفيديو ما يكونش طويل عليكم، انا عامله كاستر نص كيلو لبن، حط عليه 3 معالق بودره الكاستر، وحط عليه تحليه السكر اللي انت تحبيها. لو انت مش حابه تحطي سكر مفيش اي مشكله. تمام. ومعايا هنا جلاش كان في الفريزر، وصراحه الفريزر فصل عليه فباش من جوه شويه. فاحنا الصينيه بتاعتنا محتاجه مش لفه الجلاش كلها، فقلت يلا بقى نطلع الجلاش اللي نصه باظ دوت، نستفيد منه ونعمل بيه الوصفه اللي هي الترند اللي منتشره اليومين دول. صينيه الكنافه، طبقة كنافة وطبقة كريمة أو طبقة حشو كاستر أو الكريمة الكدابة، ومن فوقيها طبقة الجلاش. بجد تحفة وطعمها حلو أوي، هتعجبكم إن شاء الله. بس ما تنسينيش في لايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. انا هعمل ايه يا محمد دلوقتي؟ انا الصينيه هي عملتها، انا مش هسوي من تحت، انا عايزه الطبقه اللي من فوق دي بس تاخد وش. طب هتاخد وش ازاي؟ هشغل الفرن بتاعي الشوايه بس، هدي لون بس تحميصه للوش دوت قبل ما افضي عليه الكاستر بتاعنا. طب ليه كده؟ انا عايزه الوش ده يبقى مستوي كمان واخد لون، ما يبقاش تحت بس هو اللي واخد لون، لا انا عايزه برضو طبقه الكنافه كل ما تتحمص وتستوي وتاخد لون حلو قوي يبقى طعمها حلو. فانا هدي لون بس للكنافه ذهبي كده، وارجع لكم تاني عشان خاطر نكمل بقيه الوصفه بتاعتنا، ويا رب تعجبكم ان شاء الله. معايا كده انا اديت كده لون للكنافه، اللون اللي من فوق بس اللي احنا هنحط عليه الكاستر بتاعنا او اي حشوه انتوا تحبوها تعملوها. تمام. عايزه اقول لكم ان الكاستر ما ينفعش ان انتوا تسيبوه مكشوف عشان الوش بتاعه بينشف وبيقشر كده. تمام، فلازم تحطوه في التلاجة ويكون متغطي تمام مقفول عليه. خلاص. ادي الكنافه اهي، طبقه حلوه متحمصه عشان لما نيجي ناكلها ما نحسش ان الكنافه نيه، الطبقه اللي هي في النص. تمام اهو. هظبط الكاميرا بتاعتي عشان نشوف هنعمل مع بعض ايه. دلوقتي خلاص انا عملت طبقه الكنافه زي ما قلت لكم، اديتها تحميصه بس. ادي الكاستر بتاعنا اهو، بصوا الكاستر عامل ازاي. تمام. النص كيلو لبن عليه 3 معالق بودره كاستر، عندك معلقتين بودره كاستر بس حطي المعلقتين وحطي عليهم معلقه ونص نشا من اللي موجوده عندك. تمام. حابه تطعميها بقى تحط لها مكعب شوكولاته، معلقتين بودره لبن بودره. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفضي ونوزع الكاستر بتاعنا بالشكل ده على الصينيه في النص، بس نحاول ما نجيبش على الاطراف عشان خاطر لما نيجي نقطع ما يخرجش بره ويبهدل الدنيا. تمام. نبتدي نفرد الكاستر بتاعنا في الصينيه بالراحه عشان خاطر الكنافه ما تطلعش معانا. تمام. انت حابه بقى في النص كده عايزه تحطي مكسرات، تمام. مش حابه خلاص نكتفي بس بالبتاع دوت، وممكن المكسرات نحطها على الوش خالص بعد ما تستوي، يعني ساعه التقديم نحط بقى مكسرات اللي احنا حابينها اللي متوفره عندك، فستق كداب، سوداني مجروش، بندق، لوز، اي حاجه متوفره عندك مكسرات. مش متوفر هي كده حلوه وطعمها حلو وهتعجبكم ان شاء الله. تمام. اظبط بس الكاستر وارجع لكم تاني. انا حطيت طبقه الكاستر وحطيت طبقه واحده بس من ورقه الجلاش. عايزه اقول لكم بصوا ان ورقه الجلاش عامله ازاي، بصوا اللفه باظت ازاي من الفريزر عشان الكهرباء كان كل شويه تقطع، فطبعا هو مش بيستحمل. تمام. فاحنا قلنا ايه، هناخد الحاجه الكويسه منه والباقي هنرميه. فالوصفه دي اصلا مش بتحتاج ان انت تاخدي لفه الجلاش كلها. تمام اهو. انا خرجتها، اهم حاجه ان هي ما يكونش باظت، ما يكونش فيها عفونه، ما يكونش فيها ريحه ولا اي حاجه. حتى لو هي مقطوعه بالشكل ده مفيش مشكله خالص. اهو هنظبطها ونحطها على الصينيه كده ونساوي. اهم حاجه بس الطبقه اللي هي من فوق اخر واحده دي هي بس اللي تبقى سليمه. بصوا عايزه اقول لكم بصوا عامل ازاي اهو، بالشكل ده. نحطها كده اهو كده. تمام. ومش هيبان اي حاجه، كده كده مش هتبان. حابه ان انت تعمليها في صينيه مربعه مفيش اي مشكله.
تمام. انا حبيت النهارده ان انا اغير. انا على طول كنت بعملها في الصينيه مربعه، قلت لا انا عايزه اعملها في صينيه مدوره عشان خاطر يبقى ايه شكلها حلو كده وايه جميله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط طبقه من السمنه. تمام اهو بالشكل ده، طبقه سمنه. وهنعمل كل الطبقات بالطريقه دي حسب ما انتي ما بتحبي عايزه طبقه الجلاش قد ايه. في ناس بتحب الجلاش فهتخلي الطبقه عاليه شويه، في ناس ما بتحبش يكفي نص لفه جلاش تحطيها عليها. تمام. لو انتي بتحبي طبقه الجلاش كتير، مش بتحبي خلاص اعمليها 6 ورقات ولا حاجه بس لو انتي حابه. تمام. بس انا صراحه انا فعلا بحب طبقه الجلاش، بتبقى طعمها حلو ومع الكنافه كمان بتبقى لذيذه. وجربتها مع البسبوسه تحفه. اعملها لكم برده مره، لان انا اصلا دلوقتي لما باجي اعمل اصابع جلاش انا بحشيها بسبوسه، طعمها حلو قوي. بسبوسه احط عليها مكسرات، بجد طعمها تحفه. اهو بالشكل ده حطينا السمنه. تمام. لو وصلتي معايا بقى لحد هنا ما تنسيش في لايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. بصوا طبقه الجلاش عامله ازاي، صدقوني مش هيبان اذا كان الجلاش ما عندك مقطع او سليم، مش هيفرق. تمام. كمان ممكن لو الجلاش مش عارفه ما بقاش سليم وبقى مفتفت، عادي قطعيه بالسكينه، كملي تقطيع وافرديها عليها كده طبقه الجلاش، هيطلع معاكي حلو قوي ومش هيبان ان اصلا الجلاش ده كان مقطع. تمام. انا هكمل وارجع لكم تاني. دلوقتي هقطع الصينيه خلاص، انا حطيت الطبقات كلها. عايزه اقول لكم الصينيه سخنه اهي. هبتدي اقطعها، قطعيها التقطيعه اللي انت تحبيها، بس المفروض قبل ما تحطي السمنه اللي فوق تقطعي الجلاش الاول. تمام. مفيش مشكله لو وصلتي لتحت. بسم الله اهو. المهم سكينه تكون حاميه تقدري تقطعي بيها. تمام. ليه احنا بنقطع؟ عشان خاطر الجلاش لما يجي يستوي احنا حاطين طبقات فتستوي من جوه. بسم الله. تقطعيها كبيره صغيره اللي يعجبك. في ناس بتحب تقطعها مثلثات بس القطعه بتبقى كبيره قوي، وفي ناس ما بتقدرش تخلصها، فاحنا بنعملها كده احسن كمان عشان خاطر الاولاد. طبعا كل بيت فيه اولاد، ربنا يبارك يا رب ويخلي. كده اهو. قطع بقى الحجم اللي انت عايزاه. تمام. خلاص كده خلصنا تقطيع. وهحط دلوقتي في سمنه اهو بالشكل ده. ما ينفعش تحطي الفرشه عشان خاطر الطبقات بتتحرك. تمام. واحنا مش عايزين الحشوه تخرج بره، فافضل حاجه ان انتي ترشرشي كده اهو بالشكل ده. تحطي على كل الطبقات السمنه اللي عندك او الزبده اللي متوفره. الحاجه الحلوه دي ما ينفعش تتعمل بزيت. تمام. مش هتبقى حلوه، مش هتديكي نتيجه كويسه. لازم يا سمنه يا زبده. تمام. يفضل سمنه كمان. حلويات بالسمنه حلوه قوي، بالذات الحلويات اللي هي الشرقي دي بتبقى حلوه قوي بالسمنه. تمام. اهي حلوه قوي هتعجبكم جدا. هي بردت بردت اهو. بصوا عامله ازاي حلوه قوي قوي قوي، هتعجبكم ان شاء الله. تمام. هدخلها الفرن. انا مشغله الفرن دلوقتي فوق وتحت عشان خاطر تستوي طبقه الكنافه من تحت، ونخلي بالنا عشان ما تتحرقش مننا، وطبقه الجلاش من فوق ما بتاخدش وقت. تمام. يا رب تعجبكم ان شاء الله. خلاص كده صينيه الجلاش والكنافه استوت معانا. بصوا اللون بتاعها. حابه ان انت تطلعها افتح من كده تمام مفيش مشكله. تمام. انا كنت بشوفها برده من تحت الكنافه استوت ولا لا، والحمد لله لقيتها استوت، خدت اللون اللي انا عايزاه. هي سخنه دلوقتي والشربات بتاعنا بارد. تمام. الشربات بتاعنا كوبايتين سكر عليه كوبايتين ميه او كوبايتين الا ربع ميه لو انت عايزاه تقيل. بسم الله. بصي لازم تسمعي الصوت ده، لازم الشربات يكون بارد وهي سخنه. تمام اهو.
بس كده كده خلاص. الحاجه الحلوه بتاعتنا خلصت. هستنى لما تبرد واقطعها لكم ونشوف عامله ازاي، حلوه ولا وحشه، ونقطعها مع بعض. بس لازم تبرد. متنسينيش بقى في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. خلاص صينيه الجلاش بتاعتنا بردت شويه. هي بتتاكل سخنه، بتتاكل بارده، ساقعه، لو بقت حاجه اتحطت في التلاجة بتتاكل، لان هي بجد طعمها حلو قوي. حلوه، لازم تجربوها بجد لانها حلوه حلوه بجد. كده نقطعها نسلكها كده عشان خاطر الكنافه اهو. بجد طبقة الكنافة مقرمشة وطبقة الجلاش برضو مقرمشة. بسم الله. بصوا طالعة كلها اهي قطعة الكنافة والجلاش مع بعض. تمام. طلع حتة كمان. كده. بالنسبة للشربات حابة تزودي حابة تقللي اللي يريحك. انا مش مزودة شربات كتير. تمام. الشربات ده حاجة ترجع لك انت. بصوا عاملة ازاي. بصوا طبقة الكنافة تحت اهي، ودي طبقة الكاستر، ودي طبقة الجلاش. بجد حلوة قوي. بصوا طبعا اللي هياكل هيقطع كده بالشوكة او بالسكينة بتاعة السفرة. بجد حلوة قوي وهتعجبكم، حاجة جديدة وطعمها بجد حلو 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 جدا بالشكل ده. بصوا كمان من جوه، بصوا من جوه عاملة ازاي بالتليفون، ولا لازقة ولا اي حاجة. بصوا حلوة قوي قوي قوي، هتعجبكم ان شاء الله. لو وصلتي معايا لحد هنا متنسينيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.